السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه شيوات والتدابير اللي لغيتها. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوصفه ديال العسل. غنصايبوا العسل والزبده، يعني اكثر جوج حوايج كنحتاجوهم بزاف في رمضان. فكنحتاجوا العسل المعسلات وكنحتاجوا الزبده للفطائر، فطائر مسمن بغرير، يعني كلشي ان شاء الله غادي نصايبوه في الدار. غادي نشوفوا المقادير ديال العسل. فهنا انا مستعمله القالب ديال السكر. بطبيعه الحال نتوما غادي تاخذوا جوج كيلو ديال السكر، سواء خديتو القالب سواء خديتو الباكيه خذوا 2 كيلو، سواء خديتو السنيده غتاخذوا 2 كيلو. اذا فانا عندي القالب ديال السكر فيه 2 كيلو، عندي واحد نص حامضه قطعتهم طريفات صغيورين، عندي حبيبات ديال المسكه حره غادي ندقهم من بعد، عندي شعيرات ديال الزعفران. فبطبيعه الحال هذه اختيار، هي بغيتو تزيدوها زيدوها، ما كانش متوفر عندكم ممكن ديروا واحد المعلقه ديال حبوب الشاي، 2 حبات ديال الباديان، 2 عويدات ديال القرفه، وعندي هنايا 1 لتر ديال الماء، وعندي هنا نص كاس ديال المزهر غنزيدو في الاخر. وانا باش داك العسل عندي كيكون المذاق ديالو زعما كيشبه العسل الحر، ففي الاخر حتى تيبرد كنزيد فيه كاس ديال العسل اللي كيكون هكا عسل حر مزيان عندنا. هاد الاضافه هذه اختياريه، كان عندكم العسل الحر زيدوه، ما كانش عندكم ماشي مشكل. فاجا غادي ناخذوا واحد الكوكوط، غادي نديروا فيها هذاك القالب ديال السكر، وغادي نحاول نخوي فيه داك الماء، ديك الكميه ديال الماء اللي عندي هكا من الفوق من الوسط باش يتشربها من الداخل ويتفرست لينا هذا بسرعه. بهذا الشكل غادي ندير هذوك الحبيبات اللي عندي ديال الحامض ونص حامضه، العويدات ديال القرفه والباديان، وهذوك الشعيرات ديال الزعفران. فكما قلت لكم هذا الزعفران راه اختياري، ممكن نضيفو ممكن لا. فانا غنتسنى عليه بحال هكا تقريبا واحد نص ساعه تنحس بالسكر صافي راه داب، نزل ونعاودو نطلع. من بعد صافي ما داب ليا داك السكر شويه هبط، فغادي نسدو الكوكوط، غادي نديرو السفاره، غادي نحطها فوق البوطه. بطبيعه الحال النار تكون متوسطه، فايته متوسطه شويه، غادي نحطوها فوق البوطه نحسبوا ليها 45 دقيقه. مني نحطوها نحسبوا ليها 45 دقيقه، ماشي نخليوها تتصفر. دونك غادي نديها نحطها فوق البوطه ونحسب ليها 45 دقيقه، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالو كيفاش جا. فهنا من بعد 45 دقيقه فكما كتشوفوا العسل اللون ديالو رائع، هذا هو اللون اللي بغيت انا. فكنعرفوا بحال هكا من الطريفات ديال الحامض كيوليو بحال هكا لونهم بحال القهوي. دونك بالنسبه ليا صافي انايا هذا هو الشكل اللي بغيت. غادي نزيد هذيك المسكه حره اللي دقيت، وغادي نزيد المزهر، وغادي نزيد هذاك العسل الحر اللي عندي. كما قلت لكم فهاد الخطوه هذه اختياريه، غير هي كتعطيه مذاق هائل لا في المعسلات ولا في العسل ديال الاكل اللي كناكلو هكا مع المسمن ولا مع بغرير. صافي وكنخلط بحال هكا، فواحد الريحه طالعه ديال المسكه حره وهذا العسل الحر ما نقولش لكم هائله. صافي بالنسبه ليا انا العسل دابا ها هو واجد، غنخليه يبرد شويه ونصفيه ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للعسل فمن بعد ما برد كما كتلاحظوا ها هو نوري لكم هذا القوام ديالو، فهو عاقد وزوين، والمذاق ديالو تماما بحال المذاق ديال العسل الحر بهذاك الكويس اللي زدنا، او لما كانش متوفر عندكم ماشي مشكل. اذا فهذا هو العسل، النتيجه اللي حصلنا عليها. نتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال هذا العسل، ان شاء الله غينفعكم في رمضان، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. بالنسبه للوصفه الثانيه فغادي نصايبوا الزبده، غادي نصايبوها في الدار، فهي كتعطي بمقادير بسيطه كتعطي كميه مهمه. كما كتعرفوا راه الزبده دابا ولات واصله لواحد الثمن خيالي، راه الكيلو ديال الزبده تقريبا واصل 110 وقيله ولا 120 درهم. فهذه غادي تنفعنا بزاف هكا في الا بغينا نصايبوا المسمن في العجائن الفطائر، كلشي داكشي اللي كنستعملوا فيه الزبده غادي تنفعنا. نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير كما قلت لكم فهي مقادير بسيطه، اللي مهم هو اننا نحترموا غير القياس، يعني هذا الكاس اللي كنعبروا به يكون نفس العبار. فغادي ناخذوا كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب بطبيعه الحال ما يكونش بارد من الثلاجه، حاولوا تخرجوه بواحد الوقيت قبل. غادي ناخذ الزبده ندوبها، وغادي ندير بها غنعمر بها الكاس نفس القياس ديال اللي خديت به الحليب واللي خديت به الزيت. فهاد الكميه اللي دوبت انا تقريبا راه اقل من 200 غرام. فاحنا غادي ناخذوا هاد 200 غرام من الاول غنخدموا بها، ومن بعد غنوليو ناخذوا من هاد الزبده هذه اللي صايبنا. غادي نحتاج واحد المعلقه ديال عصير الحامض، 2 معالق ديال الخل، واحد الرشه صغيره ديال الملح باش نعطيوها الذوق، وانا وزدت النكهه ديال الزبده.
فاذا مشيتوا عند الناس اللي كيديروا المستلزمات ديال الحلويات فغتلقاو عندهم هاد النكهه ديال الزبده. فانا درت منها معلقه صغيره. نشوفوا الطريقه. بالنسبه للطريقه فاحنا غادي نخدموها بحال اللي غنصايبوا مثلا مايونيز، غنخدموها في الكاس ديال الطحانه، او مثلا ممكن تخدموها بهذاك الميكسور بلونجون اللي كيكون بحال الباتور. انا غادي ندير مولينكس. فغادي نبدا غادي ندير هاد المعلقه اللي عندي ديال الحامض، الخل، وغادي نزيد هذيك النكهه اللي قلت لكم ديال الزبده. بطبيعه الحال هذه راها اختياريه، دونك توفرات لكم ديروها، ما توفراتش ماشي مشكل. فغادي ندير الحليب وغادي ندير معها الزبده صافي، وغادي نخليو الزيت هو الاخر. فغادي نسد الماكينه ديالي وغادي نبدا نطحن صافي. بهذا الشكل غادي نبدا نطحن ونوقف. صافي بهذا الشكل. دونك نطحن ونوقف نطحن ونوقف. تتبان نوريه لكم بالمعلقه كما كتلاحظوا بهذا الشكل. فهو هكا ثقيل ومختر، ما تخافوش منه لان غيعاود يتقلب. ملي غيعاود يتقلب ملي غادي نزيدو الزيت، فالزيت ما غاديش نزيدوه مره واحده بحال كما كنديروا قلت لكم الشكل ديال المايونيز. فغنزيدوا واحد الكميه الاولى ونعاود نطحن. غادي نزيد الكميه الثانيه. فهو غيبدا دابا يختار ويعقد غير بوحدو. اذا صافي بهذا الشكل. غادي نزيد هذه الكميه الاخرى اللي بقات عندي ديال الزيت وغادي نحاول نطحن غير شويه، ما نكثرش بزاف. صافي بهذا الشكل. فكما كتلاحظوا ها هو دابا الخليط ولا متجانس، ما فيه حتى شي تكتلات. ها هو دونك غادي نطحن واحد المره اخيره صافي، وها هي واجده. كما كتلاحظوا الخليط من بعد ما كملت انا الطحين ديالو فصافي ما بقاش كاع نهائيا كيبان انه لا متكتل ولا حتى حاجه. صافي غادي نجيب واحد البواطه اللي غادي نديرو فيها. جبت واحد الباغكيت دوك اللي كنشريو فيهم الفرماج والجبن. غتجيني سهله باش ملي بغي نحلها تجيني سهله بلا ما ندير لا سلوفان لا البابي سولفوريزي. نتوما الا ما كانش عندكم ديروا شي بواطه هكا مثلا مربعه ولا دائريه، فرشوا ليها السلوفان وخو هكا صبوا فيها هذا الخليط هذا. فانا غنخويه هنايا شويه باش يحيدوا دوك الفقاعات ديال الهويله كانوا كما كتشوفوا بهذا الشكل. صافي انا جبت وحده اخرى غادي نقلبها عليها بحال هكا وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها على الاقل 6 سوايع. يعني مثلا ممكن اننا نصايبوها هكا في الليل ونديروها في الثلاجه، راه بطبيعه الحال غادي تاخذ وقتها باش تجمد. كنتو زربانين عليها غادي ديروها مثلا في المجمد واحد الساعه ونص ولا ساعتين، ومن بعد نتلاقاو نشوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش جا.
من بعد ما دازت هذيك المده اللي قلت لكم ديال 6 سوايع في الثلاجه، فكما كتشوفوا الزبده ها هي شاده راسها. بطبيعه الحال كان ممكن ديروا نتوما البواطه ديروا فيها السلوفان باش ما تلصقش لكم، فانا لصقات ليا واحد شويه من الجنب. غادي نقلبها بهذا الشكل. اذا الزبده بعد ما جمدات كما قلت لكم كتشوفوا كتجي هائله، وانا راه دقتها قطعت منها طريف ودرته في الخبز، فالمذاق ديالها كيجي هائل. بالنسبه للاكل ممكن نستعملوها هكا كما قلت لكم ملي نبغيو نديروا هكا الرغيفات، ولا مثلا ديك السقوه ديال البغرير ولا شي حاجه. بالنسبه للحلوى ما غاديش نقدر نقول لكم واش غادي تصدق في الحلوى ولا لا، تنجربها، ولكن راها النتيجه ناجحه 100%. اذا فغنقطع معاك بهذا الشكل. فكما كتلاحظوا ها هي دونك الزبده طريفات بحال الزبده اللي كنشريو. وبطبيعه الحال راه من هاد الزبده هذه غنوليو نصايبوا زبده اخرى، يعني ملي نبغيو نصايبوها مره اخرى غناخذوا 200 غرام من هذه. دونك ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي ديالها في طبق التقديم. النهائي ديال العسل اللي صايبنا اليوم والزبده، راه النتيجه هائله البنات، رائعه. انا جربتها قلت لكم ودرتها في الخبز، فنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفات. العسل كيجي ثقيل وزوين بالنسبه للمعسلات او الاكل. بالنسبه للزبده حتى هي كتجي غزاله، بالنسبه هكا بغينا نديرو مسمن او للاكل او اي حاجه ان شاء الله تعجبكم. شوفوا ان ممكن ندهنوها في الخبز كتدهن بسهوله. نتمنى تعجبكم الوصفات ديال اليوم وتجربوهم ان شاء الله ينفعوكم في شهر رمضان الكريم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.